عماد كان من اللعيبه اللي تعرف تجيب جون ازاي كمان في اي وقت لغايه دلوقتي. خلي أيوة. بالك انا مش لاقي حد شبهه حتى. مفيش اه حد جه لغايه دلوقتي زي عماد والله. خالص. لا طبعا، عماد كان من اي حته، ما انا من بقول اي لك حته في اي وقت، نزل آه. دقيقه، نزل 10 دقايق، لعب 90 حكايته، بس دقيقه. كانت حكايته فيها مشاكل كتير تيالي. لما عادي. سافر الاول في بلجيكا اعتقد. عادي. لا بس هو راح السعوديه وتألق في السعوديه هو راح الاول السعوديه؟ لا، انت، راح بلجيكا الاول، والله بعد كده انا السعوديه. ناسي قوي، بس هو راح وظهره السعوديه وجعه. الاول. لا راح السعوديه، السعوديه راح الاول. السعوديه الاول. اه وبعد كده قصه بلجيكا، هو خلي بالك، عماد ممكن ما يعترفش بالقصه دي، بس عماد بيحب النادي الاهلي قوي. وبعد كده الكومفورت زون بتاعه، يعني الحته اللي هو بيرتاح فيها، مم. هو ما كانش واخد باله من الحته دي أوي. كويس. بس هو لما طلع بلجيكا انا شفت ده في عينيه، مم. شفت ان هو لا انا مش عايز اكمل. الامور صعبه. طبعا. يعني هو عماد اللي كان مش عايز يكمل. طبعا. اه هم كانوا عايزين، ده عملوا له كل حاجه في الدنيا. اه ده انا قعدت في اوضه، يعني اوضه تعذيب عشان اخلص الموضوع ده. لا والله. والله ايه اللي حصل؟ العظيم. ما دي الحاجات اللي عايز اسمعها. طبعا. ايه اوضه لا انا التعذيب؟ قلت قعدت فيها لان هو ما قرر ان هو ينزل مصر. هو كان طالع في بريس كونفرنس خلاص وشال التي شيرت، فاهم يعني، خلاص الموضوع خلص. فانت تخيل بقى نادي كبير في بلجيكا مضى مع نجم منتخب مصر، وعمل بريس كونفرنس وقال للجمهور بتاعه ان هو جاب سترايكر. آه. لا، ومش جاب باك ولا بتاع، لا ده جاب وسترايكر سترايكر. معروف. اه. فانت ازاي بقى هتعرف تطلع من هذا المأزق؟ انت لسه انت ماضي عقود خلاص. وهو قال لك متعب جه قال لك انا مش خد هكمل. بقول لك الله يرحمك يا حازم حديدي تاني. لا حازم كان معايا في نفس حازم السفريه دي، ده الله واحد يرحمه من ويحسن اهم اليه يا رب. وبرضه اجمل الناس. الله يرحمه. جميل، الله يرحمه ويحسن اليه. هو كان معايا في السفريه دي آه. طبعا. ده عارف من كتر لا يعني الحزن، هو من كتر ما انت متفاجئ بالقرار، انا جالنا كريز الضحك طبعا انا وحازم. انت وحازم الله يرحمه. طبعا يعني. لا، ايه اللي حصل؟ لا يعني هو خبط الساعه متعب. 1 بالليل عماد قال لك انا مش هكمل، انا مسافر. والله العظيم زي ما بقول لك فجأة كده فجأة. من غير اي حاجه. هو كان بيفكر مع نفسه، هو قاعد بيتفرج على الماتشات وقاعد دخل البريس كونفرنس، بس هو دماغه مش فيه، فاهم. فانا دوري ان انا كنت احل المشكله. انت كان دور، لا انت، ما انت دورك برضه ان انت تقنع اللعيب بتاعك. لا 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 ده لا ايه؟ هو لا 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 وصلنا لا ده لمرحله. كابتن حسن شحاته كلمه في تليفون. انا كلمت كابتن حسن شحاته يوميها، وكان هو طبعا ابو الروحي فكلمه. ماجد سامي كان في اليرس، اخد العربيه بتاعته وراح لحازم. وجالي لغايه ستاندر عشان ساندر لياج، عشان لغايه لياج عشان يتكلم مع عماد، وقعد معاه واتكلم معاه. انا عملت كل التولز اللي ممكن تتخيلها. ولكن يا عماد، طب ما فيش حتى بعد كده ما سالتوش ايه اللي حصل يا عماد؟ لا هو بقى ظهره وكده يعني كلها كانت امور اللي عايز حاجه بيعملها ما يعني. بيدلعش يعني. لا مش دلع، هو خلي بالك كان في سن معين وهو شايف ان الخطوه دي مش مناسبه له، اخد قرار غلط عايز يرجع فيه خلاص. وليه لكل حاجه. وخلي بالك هو ما يعني عماد لما رجع تألق برضه يعني طبعا في طبعا الاخر انا بس بتكلم ان هو، تخيل انت كان عماد متعب كمل، الله اعلم طبعا كان ممكن ما ينجحش، ولكن انا قصدي اقول لك انه نسبة نجاحه كانت اكبر طبعا كتير من نسبة طبعا فشله. طبعا. لان الدوري البلجيكي كان ينفع عماد جدا، كان لان ينفع الموضوع عماد سهل جدا بالنسبه لسترايكر زي عماد، وفي سنه وفي خبرته. وانا شايف ان كانت فرصه كويسه، لكن هو ما كانش عايز يكمل. ما كانش عايز. لا ما كانت باينه. هي دي القصة. هي دي يعني طبعا في تفاصيل جوه، بس هي ملهاش دعوه، دي حاجات خصوصيه جدا. لا لكن مالناش دعوه بالتفاصيل طبعا، لكن لكن عماد كان ينفع بره جدا. وعماد حطينا في حته اللي هو بتاعت القعده بتاعت الراجل بتاعت رئيس النادي ده. انت طبعا قعدت مع كانت رئيس النادي وبعدين هو ما صدق، اعتقد ان دي من اصعب الحاجات هو في ما حياتك. صدقش ان انا بتكلم بقول له الراجل ماشي ما صدقش. هو حتى ما نزلش التمرين. لا نزل، وبعد كده خلاص بقى مش هينزل. انا خلاص ماشي، ده نازل مصر، يعني الطياره بتاعتي نازل خلاص يعني وادي هتصرف. التذكره اهي وهنزل. اه لا يا راجل. طبعا اه حصل يعني. بس فانا كان عندي المهمه بتاعتي على راي حازم الله يرحمه. قال لي ربنا معاك بقى، خش انت. لرئيس النادي. رئيس النادي كانوا اتنين اخوات. اه شرف ربنا سبحانه وتعالى بقى ان انا بعد قصه عماد بسنتين ثلاثه اتنقل واشتغل مع ليرس، واقعد مع الناس اللي هم ماسكين ستاند لياج ونتكلم. قال لي انت كنت ماسك عماد متعب. ايوه انا كنت بقى شغال الناحيه التانيه. فقال لي طبعا يعني دي اكتر حاجه دخلت عملت ايه مع الناس؟ يا فندم. اتكلمت معاهم لا ازاي؟ عملت كل حاجه اقدر اعملها عشان اطلع الولد سليم. طبعا. هو كنتوا ماضيين عقد وكل طبعا حاجه؟ طبعا ايوه، واتدفع فلوس. يا نهار ابيض. عماد دفع فلوس. عماد دفع من جيبه خدناها من النادي الاهلي بعد كده عشان يرجع النادي الاهلي. طبعا. لا ما انت بس عماد طبعا وحشني جدا، ده واحد بقالي كتير قوي ما شفتوش، وهو من احد اسباب ان انا اشتغلت وحبيت الشغلانه دي يعني.
مين تاني من زي صفقات متعب كده؟ عمرو زكي برضه. عامل زي انت كلهم على فكره كده، خلي بالك يعني اه كل صفقه هتلاقي فيها قصه يعني. طب ما احنا محتاجين نسمع القصص دي، لانه مثلا يعني عمرو زكي واحد من اهم وافضل طبعا المهاجمين في مصر، طبعا وسيظل اسمه موجود. طبعا اه طبعا. لكن هنا قبل ما اتكلم عن عمرو برضه يا نادر، انا عايز اتكلم عن هي دماغ اللعيب المصري. هم كلهم زي بعض. هو انت على فكره مش كنت تلاقيه مصري برضه يا ولا ايه؟ حبيبي كنتش ايوه، بتقعد انا معاهم في هنا الدريسنج روم حضرتك بتقفل عليه؟ انتوا مش كنتوا بتقعدوا تتكلموا حضرتك مع انا بعض؟ انا دلوقتي مش يعني الناس ايوه مش انت عارف مستنياني الدماغ احكي. عامله ازاي. عارف، بس الناس عايزه طيب تعرف. اه لا الموضوع صعب طبعا جدا. وخلي بالك هو الناس او المنتاليتي مش ده بيعملوها عن قصد، فاهم؟ هي كده. ما حدش يرفض ان هو يقعد في انجلترا مثلا ويتالق، ما حدش، بس الناس مش، هو ما كانش متعود على كده يعني، ما اقدرش اديله اكسكيوز يعني، بس هو كان غير مؤهل انه يطلع. ايه اللي حصل مع عمرو زكي برضه؟ ما حصلش حاجه بقى، تالق جامد وبعد لا لا، كده احكي لنا البدايه، الحكايه ازاي طلعته لا وازاي عمرو من رجعته. النوادر، عمرو من طبعا زي ما انا اتكلمت يا عماد، هو دايما كان يقول لي انت بتحب عماد اكتر مني، فاهم؟ اه ده طبعا عمرو على طول زكي. على طول، اه طبعا. اه فانا بحب عمرو جدا، وعمرو انا يعني برضو بشرف لي ان انا اشتغلت معاه، طبعا. وكان خلي بالك عمرو من التايب الاوروبي البحت اللي كل الناس تكون عايزاه، عكس عماد. عماد كان صح. حظه سيء في التسويق يعني. عماد انا كان بالنسبه لي مهاجم انا احب مهاجم زي عماد اكتر ما بحب مهاجم زي عمرو، فاهم؟ هو اللي بيخطف ده. الحق يا عمرو بيقول ايوه ايه. لا هو عارف اصلا هو اه فعمرو لا كان تايب اوروبي جدا، اه اللي هو بتاع التارجت سترايكر، اللي هو اللي انجلترا جثه. عايزاه او انجلترا اوروبا عايزه عايزاه. ده، اه انجلترا عايزه ده اه كويس. وهو ما خيبش ظن اي حد الصراحه، الراجل طلع وكسر الدنيا، اول 10 كسر ماتشات 9 الدنيا. تجوان. اه طبعا، بس خلي بالك 26 سنه، طلع عندك 26 سنه، اوكي. وكده قبليها انت نجم، فاهم؟ نجم كبير قوي في مصر. برضو الشوك بتاعت ان محدش يعرفك، وبعد كده مره واحده الناس كلها تعرفك بره، وبعد كده النادي بتاعك ما يوافقش على انتقالك لويجن بفلوس كتيره، فهو عمرو كان نفسه صغير في قصير. الحته دي. اه اه كويس. لكن عمرو عمرو كسر كان ده بيلعب في لغايه الزمالك دلوقتي. ساعتها. ستيف بروس بيتكلم عليه ويقول لك شفتك يعني، اتكلم على الحته بتاعت ليفربول وقال لك ده وده حصل فعلا. عماد شفت عمرو طلع الماتش ده متاخر، وكان جاي متاخر، وانا حضرت الميتنج اللي هو كان بتاع ستيف بروس وعمرو في الاوضه. حصل ايه في الميتنج ده؟ قال هو له انت عمرو ده جاي بس نشرح متاخر ليه؟ للناس، لا نشرح للشباب اللي ما يعرفوش ايه اللي حصل. عمرو كان، احكي لنا انت يا نادر. عمرو دايما كان بيحب يتاخر يومين ثلاثه في مصر، ينزل ويطلع لا يومين اشرح ثلاثه لنا ايه متاخر. الموضوع، يعني هو كان في الزمالك وراح ويجن، ازاي ايوه الدنيا طب مشيت؟ هو كان بيلعب في نادي الزمالك ده، كانت واحنا كنا شغالين على منتخب مصر. خلي بالك ان انت في 2006 2008 طبعا 2010 العالم كله بيتكلم انت عن مصر. كوكيل انت احسن فترة ليك في انت حياتك. طبعا، لان انت كل الناس بتكلمك على اي حد بقى، مش مثلا اللعيبه بتاعتك بس، انت متالق 3 سنين عامل شغل فيها في افريقيا جامد جدا، كل الناس عينيها على افريقيا، لان انت كسبت كل الناس اللي متالقه في الدوري الانجليزي، سواء صح. كان منتخب كوت ديفوار بعظمته بنجومه، سواء كاميرون بعظمته بنجومه. فانت عملت ضجه في اوروبا.